السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نفتح على الفسيخ اللي انا خللته معاكم. لو عايزين الطريقة وما شاف حد شاف الفيديو ارجع للصفحة، هاتي تخليل الفسيخ هتلاقيها موجودة عندك. حاجة كده سهلة وبسيطة وسريعة، وحاجة طبعا من ايديك، يعني نظافة ومضمونة 100%. يلا بينا نسمي بالله ونفتح العلبة مع بعض. هخرج منه الاسترتش والكياس اللي انا لفيته فيها. فعلا طريقة تحفة، احفظوها عندكم لانكم فعلا تعتمدوها بعدين. بقطع الراس كده بالشكل ده وانضفه. شايفين الجمال؟ والله التصوير كان ظلمه، كان لونه رائع وريحته وطعمه خطير، فعلا زبدة. مفيش احلى من الحاجة اللي تعمليها من ايديكي. فتحت كله قدامكم حاجة كده فعلا زي الفل. انا ليه اشتري من بره تاني؟ ما انا اقدر اعمله في البيت وارخص من بره وانضف وحاجة انتي ضمناها. بفتح بعد ما غسلته، بفتحه بالشكل ده واخرج كده سلسلة الشوك. يلا بقى هاتي العيش، مستنية ايه؟ تعالي دوقي احلى فسيخ معايا. ما ننساش عصرة الليمون والزيت، يا سلام، حاجة فعلا تفتح النفس. والبصل بقى لما تقطعيه كده وتحطيه في مية وملح وخل، يوه خطير. انا هنا زينت بس بيه الطبق عشان اقدمه لكم. حاجة تحفة، بالهنا والشفا لكل اللي هيدوق. ما تنسونيش بقى بكلمة حلوة تدعمني.